زي ما انتم فاهمين يا جماعه، الحمد لله محمد صلاح الجندي المصري الشهيد باذن الله دخل الاراضي اللي انتم فاهمينها اللي هي بتاعت الكيان الصهيوني، مش عايزين نقول اسامي عشان انتوا عارفين عم مارك بيزعل. طبعا خد بطارنا كلنا وقتل 2 واصاب بنت صغنططه كده اسرائيليه. طبعا مش دي المشكله، المشكله دلوقتي اللي جماعه حماس طالعه القمر من محمد صلاح لاهداف سياسيه في دماغها، وجماعه الاخوان طالعه القمر من محمد صلاح الجندي الشهيد لاهداف سياسيه في دماغها. واحنا طبعا كمصريين عارفين ان هو جندي من افضل جنود الارض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما ربنا قال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. عايزين نقول لاي حد يحب يتدخل في الشأن المصري، كبير الكبير اللي يتكلم بس، رؤساء الدول اللي تتكلم بس، وانت خليك في اكل عيشك وشربك ونومك وجوازك وعيالك ومراتك وبنتك، وتتكلمش في السياسه بتاع الدول. كان بيننا وبين الناس دي مشاكل مالكش فيه، احنا ولا لنا دعوه باخوان ولا لنا دعوه بالسياسه ولا لنا دعوه باي حاجه. اللي لنا دعوه بيه اللي محمد صلاح قتل 3 من الكيان الصهيوني، وشكرا على كده، ما نتدخلش في اي حاجه تاني. وبرافو عليك يا محمد يا صلاح، ونتقابل يوم القيامه.